فاكر الصمامات الاتجاهيه اللي اتكلمنا عنها في سلسله الرموز الهيدروليكيه الاولى؟ ساعتها اتكلمنا على نوع من الصمامات سبول تايب، كان عباره عن عمود بينزلق، كان بيتحرك يمين يتحرك شمال، فيسمح باتصال فتحات الزيت الخاصه بالصمام بشكل مختلف مع كل حركه. وقتها قلنا ان احنا ممكن نحصل على عدد من الفتحات والاوضاع حسب وظيفه استعمال الصمام، وقعدنا نتكلم عن الرمز الخاص بالصمام الاتجاهي وان هو بيدينا معلومات كتير جدا زي عدد الاوضاع الخاصه بالصمام وعدد الفتحات وطريقه التفعيل بتاعه الصمام والوضع الطبيعي، وقعدنا نتكلم في الموضوع ده كتير جدا. وكانت الرموز الخاصه بالصمام الاتجاهي كانت بالشكل ده. ولكن هنا خليني اسالك سؤال مهم، هل شفت الرموز دي قبل كده؟ الرموز دي هي كذلك صمامات اتجاهيه وبتقوم كمان بنفس الوظيفه، ولكنها من النوع بوبت تايب. بوبت تايب ده مسمى بيرجع باللغه الدارجه كده بنقول عليه صمام قفاز. كلمه صمام قفاز دي لان الجزء المتحرك او الموفينج اليمنت بتاعه عاده بيتحرك ما بين وضعين اتنين بس، وهو بيتحرك ما بين الوضعين بيتحرك بسرعه كبيره جدا وكانه بيقفز من وضع للتاني، فبيسموه بالمسمى ده. صمامات البوبت تايب ليها رمز مختلف شويه. حد هنا لو مركز هيسالني سؤال مهم جدا، يقول لي مش احنا في السلسله الاولى قلنا ان احنا لو عندنا اكتر من مكون والمكونات دي ليها نفس الوظيفه فبيكون ليها نفس الرمز؟ ليه هنا صمام البوبت تايب ليه رمز مختلف عن صمامات السبول تايب؟ في الحقيقه انت عندك حق، ولكن صمامات البوبت تايب ليها بعض المميزات اللي بتخليها تقوم بوظائف اضافيه، فاحتاجنا ان احنا نغير الرمز الخاص بيها. على سبيل المثال صمامات البوبت تايب ليها قدره عاليه جدا على العزل، فانا لو شايل حمل وعايز الحمل ده اعمل له هولدنج او تثبيت لفتره كبيره جدا من غير ما اخاف ان الحمل ده يريح، فصمامات البوبت تايب هتعزل الحركه بشكل كامل وهتعزل اتصال الفتحات بشكل كامل لفتره كبيره جدا من غير ما يحصل اي نوع من انواع التسريب. الحاجه الثانيه ان اتصال الزيت خلال صمامات البوبت تايب مريح جدا، فاثناء سريان الزيت خلال الصمام اتصاله من فتحه للثانيه بيعدي من مسارات مريحه جدا، وبيكون الفقد في الطاقه او البريشر دروب قليل جدا، وده بيخليها صمامات مميزه جدا في القطاع الصناعي ومهمه جدا في عمليات الباور سيفنج وحفظ الطاقه. تعالى نرجع مره تانية للرموز الخاصه بصمامات البوبت تايب ونفهم ليه الرموز دي اترسمت بالشكل ده. علشان نفهم ليه الرموز دي اترسمت كده فاحنا محتاجين نفهم التصميم الخاص بالصمام ونفهم طريقه العمل بتاعته ونعرف ازاي العنصر المتحرك او البوبت بتاعتنا بتتحرك جوه الصمام. وهنا تعالى ناخد مثال بسيط لصمام بوبت تايب ومثال بسيط لصمام سبول تايب ونقارن ما بينهم. فعلى سبيل المثال لو انا اعتبرت ان انا عندي صمام سبول تايب بسيط جدا في التصميم بتاعه بالشكل ده صمام 3/2 عباره عن 3 فتحات ووضعين. في الوضع الطبيعي هتلاقي ان المضخه بتاعتي متطببه، بينما في اتصال ما بين الزيت الخاص بالبورت A والبورت بتاعت الخزان. ولو انا عملت عمليه تفعيل للصمام ده هلاقي ان الضغط بتاع المضخه توصل بالبورت A والخزان بقى هو اللي متطبب. الصمام ده عاده بيتم استعماله في تحريك حركات احاديه التاثير، على سبيل المثال ان هي تكون بتحرك موتور في اتجاه واحد، او ان هي تكون بتحرك سلندر احاديه التاثير بتتحرك في اتجاه عن طريق الزيت وبترجع مره تانية عن طريق الوزن او عن طريق سوستم. او حتى الصمام ده ممكن يكون بيستعمل في دايره كنترول فيكون بيبعت اشاره زيت تعمل عمليه تفعيل لصمام معين، وفي مره تانية تخلي الزيت ده توصل بالخزان فتلغي التفعيل او العكس. وهنا لو انا حاولت ان انا اخد صمام بوبت تايب بسيط قوي في الكونستراكشن او التصميم بتاعه وقريب من صمام السبول تايب اللي عندنا ده، هلاقي ان الصمام اللي هيطلع عندي هيكون الشكل بتاعه بالشكل ده. هنا برضو هلاقي ان البورت بي بتاعتي متطببه، وهلاقي ان انا عندي اتصال ما بين البورت A وما بين الخزان. وكذلك لو انا عملت عمليه تفعيل وخليت العنصر المتحرك بتاعي يتحرك وينقل من الوضع بتاعه للوضع الثاني، هلاقي المضخه بتاعتي توصلت بالبورت A بينما الخزان هو اللي متطبب. لو جيت اشوف الفروق ما بين التصميمين هلاقي ان انا عندي في صمام البوبت تايب البوبت بتاعتنا او هنسميها الطبق بتاعنا نايم على منيم بيسموه سيت. المنيم ده عازل اتصال الفتحه بشكل كامل، فانا البورت بي بتاعتي هنا متطببه تماما، مفيش اي اتصال ما بينها وما بين البورت A او ما بينها وبين الخزان. على المقابل لو جينا نشوف عمليه العزل في صمامات السبول تايب فنلاقي ان عمليه العزل للبورت بي بتاعت المضخه هي معزوله بسبب وجود السبول لاند، وهنا لانه هو عمود بينزلق فبيتحرك في الجروف بتاعه رايح جاي، فلازم يكون في خلوص ما بينه وما بين التجويف اللي بيتحرك خلاله. وهنا الخلوص او الكليرنس اللي موجود ما بينه وما بين التجويف او البادي بتاع الصمام لازم أن يكون فيه اي نوع من انواع التسريب. الصمام ده في الحقيقه ما بيقدرش يعزل بشكل كامل، وهنا هلاقي ان صمامات البوبت تايب بتعزل الحركه بتاعتي بشكل كامل. فانا لو عايز اعمل عمليه تثبيت لاي حمل لفتره كبيره جدا من غير ما اخاف ان هي تريح فصمامات البوبت تايب مناسبه جدا للوضع ده. الحاجه الثانيه
ان صمامات البوب الطيب هتلاقي هنا عندنا في التصميم بتاعنا الزيت بيعدي من فتحات واسعه، واتصال الزيت مريح جدا ما بين اي بورت والتانيه. هنلاقي ان الزيت بيعدي في مسار واسع ومريح وما بيحصلش فقد كبير في الطاقه. لكن في المقابل هتلاقي ان في صمام السبول تايب الزيت بيعدي من مسار معقد شويه واضيق شويتين ثلاثه لنفس السايز بالنسبه للصمامين، فبالتالي بيحصل بريشر دروب كبير جدا. لو جينا نشوف الرمز الخاص بصمام البوب الطيب، فاحنا عندنا هنا 3 تصاميم مشهوره جدا لصمامات البوب الطيب. اما ان هي تكون عباره عن طبق، او ان هي تكون عباره عن شكل مخروطي شكل كون، او ان هي تكون على شكل كوره. فواحده من التصاميم المشهوره جدا هي الشكل بتاع الكوره بتاع صمامات عدم الرجوع او صمامات التشيك فالف. وخلي بالك ان صمامات التشيك فالف هي واحده من الصمامات الاتجاهيه البوب الطيب. فانا هنا بالنسبه لي عشان اعمل عمليه تمييز ما بين الصمامات الاتجاهيه السبول تايب والصمامات الاتجاهيه البوب الطيب، فانا خليت الفتحات المطببه عندي بدل ما تكون على شكل حرف تي ان هي كده مقفوله في صمام السبول تايب، فده صمام فيه شويه تسريب. فجيت في صمامات البوب الطيب خليت عمليه القفل بتاعتي عن طريق بوبت اللي هي الكوره هنا والمنيم بتاعها. فالكوره بتاعتي او البوبت بتاعتي بتروح تنام في المنيم وبتعزل عمليه اتصال الزيت بشكل كامل. فانا البورت بتاعتي المقفوله هنا هي مقفوله بشكل كامل ومفيش اي نوع من انواع التسريب. فانا بالنسبه لي لو الضغوط عليت في الدايره هنا في الرمز هلاقي ان الضغط هيروح يضغط على الكوره بتاعتي ويقفل عليها ويخليها تقفل على المنيم اكتر، فيخليها ان هي تعزل التسريب بشكل اكبر واكبر. وبالتالي ده الرمز اللي بيميز صمامات البوب الطيب عندنا. في الحقيقه التصميم الخاص بصمام البوب الطيب اللي اتكلمنا عنه ده مش حقيقي قوي، لان الصمام هنا عندنا مش متزن. هلاقي ان الضغط العالي جاي من البورت بي وبيضغط بيحاول يفتح الصمام. لو انا حاولت ان انا اعمل بالانسنج عليه بسوسته فيكون عمليه الاكتويشن بتاعته صعبه جدا، لان انا الضغوط في الدايره بتتغير. فهنا في الحقيقه لو جيت اشوف الكونستراكشن الحقيقي او التصميم الحقيقي لصمامات البوب الطيب، واحد من اشهر صمامات البوب الطيب على الاطلاق هو التصميم ده. في التصميم ده هلاقي ان انا البورد بتاعت الضغط العالي متصله على الجانبين بتوع البوب بتاعتنا، فالموفنج اليمنت متزن من الناحيه اللي على اليمين متوصل بالضغط العالي في البورت بي، وكذلك متصل بالناحيه اللي على الشمال. فهنا في عمليه اتزان للفورسز عندي، والحاجه الوحيده اللي بتتحكم دلوقتي هي السوسته. السوسته بتاثر بفورس بتحاول ان هي تزق البوب بتاعتنا عشان تعزل البورت بي عندنا، ويكون عمليه تغيير الوضع بتتم عن طريق شكل خارجي، قوه خارجيه تضغط ضد السوسته، اما انها تكون بشكل يدوي او عن طريق اشاره كهرباء. فاشاره الكهرباء دي هي اللي هتعمل عمليه تفعيل فتخلي اتصال البورت بي يحصل ما بينها وما بين البورت ايه عندنا. فده كده يعتبر بالنسبه لنا كونستراكشن حقيقي لصمامات البوب الطيب. وزي ما انت شايف هتلاقي ان انا الطبق بتاعي عازل البورت بي بشكل كامل، فبالتالي هلاقي ان الرمز بتاعها هيكون بالشكل ده. زي ما قلنا ان صمامات البوب الطيب هي اخرها ان انا احصل منها على وضعين، عشان كده قلنا التسميه بتاعتها صمام قفاز لانه بيقفز بشكل سريع ما بين وضع والتاني. فانا ما اقدرش اخد من صمامات البوب الطيب العاديه او بالكونستراكشنز العاديه دي اكتر من وضعين، وكذلك عدد الفتحات بالنسبه لي محدود. فهنا هلاقي ان انا عندي صعوبه ان انا احصل على اكتر من 3 فتحات. لو انا احتجت ان انا احصل على اكتر من كده هحتاج ان انا استعمل موفنج اليمنت تاني. فلو كده اشوف كونستراكشن لصمام 4/2 بالشكل ده، هلاقي ان انا الكونستراكشن بتاعي استعمل 2 بوبت. البوبت الاولى مخليه عمليه الاتصال بتحصل ما بين البورت A والبورت T، بينما البوبت اللي تحت بتعمل عمليه اتصال ما بين الضغط العالي او البورت بتاعت البي بالبورت B. لو انا عامل عمليه اكتويشن او تفعيل للبوبت الاولانيه فساعتها هلاقي ان الضغط العالي من البورت B يتوصل بالاي، والزيت بتاع الاي راح عمل عمليه تفعيل او زق الكوره او البليه اللي موصله البي بالبي وخلى البورت بي بتاعتي تتوصل بالخزان. فهنا هلاقي ان الكونستراكشن بقى اعقد شويه، فهتلاقي ان الصمامات من النوع ده او من التصميم ده عاده يعني لانها معقده بيتم صنع مقاسات صغيره منها، ما استعملوش مقاسات كبيره فيها مشاكل شويه مع البالانسنج. فالمقاسات دي مشهوره جدا جدا، ولكن عاده بتستعمل في دوائر الكنترول. لو انا هستعمل الصمام ده عشان يعمل كنترول يبعت اشاره تتحكم في صمام تاني. ولكن في صمامات تانية بكونستراكشنز تانية او بتصاميم تانية بتتعامل مع كميات كبيره جدا من الزيت، زي صمامات خرطوشه وصمامات لوجيك اليمنت، ودي صمامات هنتكلم عنها في الفيديوهات الجايه. وممكن تلاقي ان صمامات البوب الطيب الكونستراكشنز اللي اتكلمنا عنها دي هي موجوده معاها وبتعمل عمليه تفعيل لصمامات اللوجيك اليمنت او الصمامات الثانيه. احنا بكده نكون خلصنا. هتلاقي ان انا سايب لك الفايل ده فيه كونستراكشنز لصمامات البوب الطيب اللي اتكلمنا عنها والتفعيل بتاعها. انا محتاج ان انت تلون الصمامات دي، هتلاقي ان الفايل بتاعها موجود اسفل الفيديو.
ليه مهم ان انت تكون بتلون الرموز او الكونستراكشنز بتاعتنا؟ التلوين مش بس بيحفظ صوره ذهنيه عن الصمام بتاعنا، كمان وانت بتلون انت كانك بتتحرك بالزيت. القلم بتاعك اللي بيلون ده هو كانه هو الزيت، وهو اللي بيفكر هل هيلون المنطقه دي بنفس اللون فبالتالي هي نفس الضغط ولا لا، لان احنا بنفصل المناطق المختلفه عن بعض بالوان مختلفه. فانت تخيلك لمسار الزيت وازاي الزيت بيتصرف وازاي الزيت بيتفاعل في الدايره بيفرق كتير جدا لما تيجي تلون صمام. فانا محتاج ان انت تنزل الفايل، تبدا تلون، تحاول ان انت تفهم الكونستراكشن بشكل احسن وتفهم الصمامات البوب تايب بشكل احسن، عشان من المره الجايه هنخش على صمامات لوجيك اليمنت. تعالى كده ناخد شويه امثله لدوائر حقيقيه موجوده في القطاع الصناعي، ونشوف الرمز الخاص بصمام البوب تايب موجود بشكل عامل ازاي في الدوائر الهيدروليكيه. اول مثال عندنا لدايره موجوده في قطاع الحديد والصلب. الدايره دي خاصه بدايره هيدروليكيه خاصه بالافران. لو جينا بصينا هنا كده وكبرنا الدايره هنلاقي ان احنا عندنا شويه رموز لصمامات بوب تايب 3/2. الصمامات دي بتتحكم في اشارات رايحه تتحكم في صمامات لوجيك اليمنت. عندي هنا اكتر من صمام بوب تايب، ادي 1 ادي 2 ادي 3. كل الصمامات دي دورها بس ان هي تعمل عمليه اكتويشن او ان هي تبعت اشاره لصمامات تانية وتعمل لها عمليه تفعيل. لو خدنا مثال تاني، عندنا مثال لمكنه حقن بلاستيك موديل الماني. لو جينا هنا بصينا وكبرنا شويه لصمام البوب تايب هنلاقي ان احنا عندنا صمام وضعين، يا مقفول يا مفتوح. في الوضع المقفول بيقفل الحركه تماما وبيخلي الاثنين بورت بتوعنا مقفولين، وفي الوضع المفتوح بيسمح للاثنين بورت ان هم يتصلوا ببعض.